السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده ان شاء الله معانا معده للناس اللي بتحب بقى الشغل الفني الدقيق، الناس اللي بتحب ترسم على الخشب، على الازاز، على المعادن. اسمها ميني كرافت، طبعا مشهوره باسامي تانية، دريمل، الكلام ده كله. لكن المعده اللي معانا النهارده ان شاء الله هنعمل لها فتح للعلبه، هنشوف كل امكانياتها، هنتكلم عنها، هنشوف كل الاكسسوارات اللي جايه معاها. فلو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معانا في القناه، بنتكلم في مواضيع كتيره جدا. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. طبعا ده شكل العلبه من بره، انا عايز اوريكم كل حاجه. هي 160 واط طبعا، وتخلي بالك برضو زي ما قلنا دايما، او زي ما بنقول، من الموديل بتاعها عشان تقدر تجيب الموديل اللي انت عايزه. طبعا اهم حاجه يا جماعه، خلوا بالكم لازم تلبس النضاره، لان بيتطاير حاجات او اجزاء اثناء ما انت شغال بالمعده دي، فخلي بالك يعني. زي ما قلنا طبعا اهم حاجه الموديل، ده الموديل بتاعها، وده الواط بتاعها، هي 160 واط. وده الموديل زي ما احنا شايفين. ده شكل العلبة. تعالوا برضو اوريها لكم من كل النواحي عشان يبقى عندكم فكرة. ده ظهر العلبة، هي طبعا من اي بي تي. دي كمية الاكسسوارات اللي موجودة معاها كمية اكسسوارات طبعا كبيرة جدا، وهنستعرض دلوقتي كل حاجة بالتفصيل. طبعا هي بتبدأ من 5000 لفة لحد 35000 لفة. فعشان كده بقول لكم خلي بالك لما تيجي تشتغل بيها لازم تلبس السيفتي، عشان يبقى ما تجيش على عينك حاجة، لان اثناء ما انت شغال ممكن بيتطاير اجزاء من الحاجة اللي انت شغالها. تعالوا بينا نفتح بقى العلبة. طبعا بنلاقي الكتالوج اول حاجة، بعد كده ده الميني كرافت نفسه او المعدة نفسها. تعالوا كده برضو ناخد فكرة عنها عشان يبقى عندك معلومة عن كل شيء. ده شكل المعدة نفسها. طبعا هي صغيرة كده وبسيطة، بس يعني صغيرة بس جبارة، بتوصل ل35 ألف لفة. خلوا بالكم ده طبعا زي خرطوم كده أو زي قلم، بحيث إن أنت لو هتشتغل بقى في حاجة دقيقة تبدأ إن أنت تمسك الجزء دوت وتوصله في المعدة نفسها. طبعا دي شوية اكسسوارات من اللي جاية معاها. تعالوا كده ناخد فكرة عن الاكسسوارات. ده طبعا صنفرة، بتشيل وتركب صنفرة خشنة، صنفرة ناعمة. دي برضو حاجة زي الفرش، طبعا دي فرشة سلك برضو للتلميع. ده المفتاح اللي بتفك وتربط بيه. ده جميع انواع الصنفرة. ده راس كمان صغيرة لو عايز تجيب حاجة اصغر من اللي موجود، يعني شوفوا الحاجة صغيرة، انت لو عايز تجيب حاجة اصغر كمان. طبعا دي للتلميع، دي لتركيب الاسطوانات الصغيرة، دي للنحت على الزجاج والخشب والمعادن والكلام ده كله. دي برضو ادوات للنحت، طبعا ليها غيارات مهولة. لو نزلت السوق هتلاقي غيارات مهولة طبعا، وتقدر ان انت تجيب لها كمية اكبر من دي بكتير. طيب بركب ازاي واشيل ازاي؟ زي ما احنا شايفين، بدوس على الزرار ده وابدا افك كده واحدة واحدة، واركب الجزء اللي انا عايز اركبه، سواء بقى خرم، سواء تلميع، اي حاجة. وابدا ان انا اقفل واحدة واحدة كده عشان اتاكد. الزرار ده هو اللي بيقفل يعني بيقفل العجلة انها تدور. ده طبعا مكان تغيير الشربون، بس انا بصراحه يعني بقى لها فتره معايا ما احتجتش ان انا اغير شربون ولا حاجه. دي طبعا المعلومات بتاعتها. ده صوتها كده زي ما احنا سامعين. طبعا زي ما قلنا من 5000 ل 35 الف لفه. ده كده الخرطوم. تعالوا نجرب بقى، نشوف هنركب الجزئيه دي ازاي تطويله. هتبدأ تفك الراس ديت خالص، تفكها تشيلها تماما، لان انت عايز تثبت التانية بأقصى قوة تقدر ان انت تثبتها. هندوس على الزرار برضو عشان نقدر نثبت الجزئية دي. بعد كده هنفك ونبدأ نحطها كأنها أداة عادية زي كل الأدوات اللي موجودة معانا. طبعا هنبدأ نربط واحدة واحدة، وبعد كده نأكد عليها برضو بالمفتاح اللي جاي معاها، وتتأكد ان انت رابط كويس لا قدر الله، عشان بس ما تفكش ولا حاجة. وطبعا يا جماعة للمرة التالتة بأكد على السيفتي، ان انت تلبس نظارة، ولو قدرت تلبس جوانتي. طبعا انا مش لابس جوانتي، بس عشان بوريكم الفكرة. انا مش شغال بيها حاليا، لكن لما بشتغل بيها لازم بلبس جوانتي، لان بيتطاير منها من سرعتها اجزاء بسيطة كده. فتبدأ تربطها، وزي ما احنا شايفين كده بقت سكيور والدنيا تمام معانا وماسكة كويسة جدا. تعالوا بقى نجرب. طب انا دلوقتي لو عايز احط حاجة هنا اهو، هثبت الجزء اللي هو بيتربط فيه ازاي ده؟ يعني هثبته ازاي؟ الجزء ده هيثبت ازاي؟ طيب الاول ما بننزل بقى الحتة السمرة دي لتحت، زي ما انتم شايفين كده، لما بنزلها لتحت بيبدأ ان هو يثبت، وابدأ اركب اي جزء فيه اهو. بصوا هي ليها سوستة كده لتحت، خلاص كده ثبتت.
ببدأ ان انا اركب بكل سهولة الجزء اللي انا عايزه، وابدأ ان انا طبعا حجم القلم دوت او حجم التطويلة اللي معاها دي يعتبر مميز، لانك زي ما انت شايف بتقدر ان انت تتحكم فيه وماسكه كأنه قلم في ايدك، مش حاجة كبيرة زي المعدة طبعا وهي بتتهز وكده. لكن لما زي ما نشوفين هنبدأ نجرب كده. دي طبعا زي ما قلنا معدة كده للناس اللي بتحب الشغل الفني اللذيذ، وهي فعلا بتنفع في حاجات كتيرة جدا. لو انت بقى من الناس اللي بتحب الفينش، لو هتعمل فينش لحاجة خشبية، حاجة معدنية، جميلة جدا وفعلا ما شاء الله، وفعلا ما شاء الله بتبقى كويسة. زي ما انتم شايفين معلش ما لقيتش حاجة، فده حاجة كده بتلمع تلميع بسيط. دي كانت حلقة سريعة، ولو انت أول مرة بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناة، وما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.